تعاني من وضع كارثي في مجال الخدمات والوضع الأمني والسياسي، واضطراب كبير وسوء إدارة. وقد تجلت الحقائق من خلال لجنة تقصي الحقائق التي فضحت المستور وبينت حجم الفساد وحجم التواطؤ وحجم التدخلات في شأن نينوى من قبل قوى سياسية من خارج نينوى. هناك جهات تريد أن تبقي هذه المحافظة أسيرة للفوضى وضعف الأمن والمستقبل المجهول. أهل نينوى أجمعوا على الإصلاح، ونواب نينوى من كل المكونات اتفقوا على منهج واضح، وهو دعم خلية الأزمة ومنع مجلس محافظة فاسد من أن يدير المرحلة القادمة. تواطأ في مراحل كثيرة وقدم صورة سيئة للمجلس التشريعي والرقابي، وكانت هناك فضائح لا تقل عن 200 مليار دينار سرقات واختلاسات بشكل أو بآخر قد ساهموا فيها. هذا هو الكلام. في الغرف المغلقة تتم الصفقات وتوزيع الأموال وتخذيل كثير من أصحاب القرار حول استمرار بهذا المنهج. 178 غير موجودين هذا اليوم، هناك تراجع من بعض الجهات، ولكن الموقف الواضح الذي يمثل شعب نينوى وهم نواب نينوى الحاضرين أمامكم. هناك إجماع على استمرار خلية الأزمة وعدم القبول بهذا الاستهتار الذي يحصل في رسم مستقبل نينوى. نحن مصرين على هذا الأمر وسنطالب به في الجلسات القادمة، وأرجو أن يكون هناك موقف من القوى السياسية تبين هل هي مع استمرار هذا المنهج في فساد الدولة وإفسادها، أو هناك منهج للإصلاح الذي من غير هذا الطريق لن يتقدم العراق ولن تقوم لنا قائمة.